السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في كورس التصميم باستخدام برنامج فيوجن 360. طبعا لو انت دلوقتي عندك فكرة في دماغك وعاوز تحولها من مجرد فكرة لحاجة ملموسة بايدك، فانت في المكان الصح. النهاردة ان شاء الله هنبدأ سلسلة تعلم برنامج فيوجن 360. دلوقتي اكيد بتسأل نفسك، طب ليه برنامج فيوجن 360 مش اي برنامج تاني؟ بص يا صديقي، البرنامج ده مش مجرد أداة رسم وخلاص، لا، البرنامج ده بيستخدمه شركات كبيرة ومهندسين عشان يصمموا منتجاتهم، وانت هنا ان شاء الله هتعلمه بايدك من الصفر. والجميل في فيوجن ان هو بيديك تحكم كامل في كل حاجة، من اول تفاصيل بسيطة لحد ميكانيزمات معقدة، فتقدر تعمل بيه هدية بسيطة وتقدر تعمل بيه ميكانيزم معقد. والاقوى من كل ده ان التصميم اللي هتعمله هتقدر تنفذه باكتر من شكل، يا اما تطبعه طبعه 3D يا اما تقطعه وتحفره في مكنه الليزر، فهو تصميم واحد بس بتقدر تطلعه باكتر من شكل. وعلشان نكون واضحين من الاول، انا مش هعلمك البرنامج بطريقه ممله، مش هقعد اقول لك الزرار ده بيعمل ايه والزرار ده لازمته ايه. احنا هنمسك بروجكتات حقيقيه، ناخد الفكره منها، نشتغل عليها ونصممها سوا من اول خطوه لاخر خطوه. احنا مش هنصمم لمجرد التصميم وخلاص، انا اوريك البروجكت واحنا بنشتغله من ناحيتين. لو انت عندك طبعه 3D وعاوز تطبع المجسم ده، او عندك مكنه ليزر وعاوز تقطع او تحفر بها الشكل ده. طب ليه الجزء ده مهم؟ لان المكانتين دول بيفكروا بطريقتين مختلفين خالص. طبعه ال 3D بتشتغل لير في لير لحد ما يبقى معاك مجسم كامل، اما مكنه الليزر فبتشتغل على سطح، يا اما بتقطع فيه يا اما بتحفر فيه. ولو انت مش عارف الفرق ما بينهم وانت بتشتغل على فيوجن، فانت تطلع بحاجه غير اللي في دماغك خالص. وعلشان كده في السلسله ديت احنا مش هنتعلم ازاي نستخدم الاداه، هنتعلم ازاي تفكر صح من قبل ما تبدا تشتغل اصلا. وفي اخر السلسله دي ان شاء الله هاخدكم بره برنامج فيوجن، اعرفكم على برنامج كيورا، وهو انك ازاي تجهز التصميم بتاعك للطبعه ال 3 دي، وكده نكون مشينا الرحله كامله من اول فكره في دماغك لحاجه ملموسه في ايدك. الكلام النظري كتير، فتعالوا على طول ندخل على الكمبيوتر واوريكم ازاي تسطبوا البرنامج. اول حاجه هنعملها هنروح نفتح البراوزر، بس احنا عندنا من فيوجن نسختين. لو انت مش طالب او لو مش معاك ايميل جامعي، فانت في النسخه اللي هي البيرسونال يوز هتكتب في السيرش فيوجن، هيظهر لك فيوجن 360، فيظهر لك النسخه اللي تحت اللي هي النسخه البيرسونال يوز، وهتضغط جيت اوتو ريسك فيوجن فور بيرسونال يوز. تمام، ده من الموقع الرسمي بتاع اوتو ريسك، وهتسجل هنا الاكونت بتاعك. تمام، وهتنزل البرنامج عادي. بس هو البيرسونال يوز بتكون فيها شويه ليميتس، يعني مش كل الفيتشرز بتكون موجوده. تمام، وبرده ده في النسخه الستودنت. ولو انت طالب عادي فانت هتكتب فيجن 360 فيجن 360 وهتكتب جنبها education، فيظهر لك تحت اللي هو هيظهر لك تحت هنا، تضغط على اللينك ده. تمام، وهتختار من هنا فيوجن. فشوف بقى انت ستودنت ولا educator ولا سكول اي تي ادمنستريتور، فتختار هنا اللي انت ستودنت، بس لازم يكون معاك ايميل جامعي. تعمل كونتينيو، وهتكتب هنا الايميل بتاع الجامعه بتاعك. فانا هكتب مثلا الايميل بتاع الجامعه بتاعي هو ده، اكتب هنا هو ده برضو، اي اجري كونتينيو. بس انا عشان عندي اكونت قبل كده، فهو على طول خليني اعمل لوجن. وهنا كده عملت لوجن. بس وفي الاخر هيجي لي اللي هو اكسس برودكت بعد ما انا اعمل كل ده، ويجي لي فيريفيكيشن على الايميل، وفي الاخر انزل البرنامج عادي خالص. تمام، خلينا نفتح البرنامج ونشوف واجهته. اول ما تفتح البرنامج هيجي لك بالشكل ده كده. فلو انت كنت سجلت بالايميل بتاع البيرسونال يوز او ايميل الستودنت، فانت لازم تسجل بيه هنا عشان تخش على الاكونت بتاعك. نعمل ساين ان، هيفتح اخش على البراوزر مكان ما انا كنت عامل لوجن، اوبن برودكت. واجهه البرنامج بتاعتنا اللي ممكن تغير شكلها من دارك للايت، هتخش على بريفيرنس وتغير السين بتاعك من لايت من دارك للايت براحتك يعني، بس انا هيبقى دارك. ودي التولز بتاعتنا كلها اللي هنشرحها ان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها بروقان، من اول سكتش لحد ما يبقى معانا مجسم 3 دي. وبس كده، وما تنساش الدعم وتعمل لايك، لان الدعم هو اللي بيخلينا نكمل. واستنى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.